وزارة الداخلية المغربية تعلن عن 296 حالة وفاة وأكثر من 150 جريحا جراء الزلزال إلى هذه اللحظات. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ودعوات للناس من أجل تقديم المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، وهناك مئات المباني المدمرة وهروب الناس إلى الشوارع خوفا من هزات ارتدادية. تم الإعلان عن وقوع زلزال في المغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بقوة 7 درجات وفقا للمركز الألماني لأبحاث علوم الأرض. أفاد المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 27 كيلومترا. بالإضافة إلى ذلك، أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد حوالي 72 كيلومترا شرق مدينة مراكش المغربية. تم تداول مقاطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي تظهر اللحظات الأولى لحدوث الزلزال، حيث يظهر الأشخاص يهرولون إلى الشوارع والمباني تهتز.